قلنا مبادئ كتيرة، من أهمها إن احنا كأرثوذكس لما ندافع عن الكتاب المقدس أول كلمة بنستخدمها الكنيسة علمتنا كده، الكنيسة سلمتنا كده، الكنيسة فهمت الإنجيل بالطريقة دي لأنها هي اللي مسؤولة عن الإنجيل. عشان النقد بيكتر قوي، ولو إنجيل في إنجيل ممكن ما نخلص، إنما الآباء قالوا إيه والكنيسة علمت بإيه وعاشت بإيه، ده المرجع الحاسم اللي بيقطع الشك باليقين. نقطة كمان في مبادئ الدفاع عن الكتاب، هناك تناقض مزعوم. يعني بعض النقاد دلوقتي بيعتبروا انه الكتاب مليان بالتناقضات، وطبعا دي مقارنة بكتب اخرى قد يكون فيها تناقضات في المحتوى او في التعليم او في التوصيات اللي فيه. انما كتابنا المقدس مفهوش تناقض. هذا التناقض الظاهري سهل جدا تفسيره بطرق كتيرة منطقية تحليلية تدخل الدماغ ببساطة، ما فيهاش أي نوع من التحايل، لأنه ما عندناش تناقض في العقيدة. يعني ما فيش مرة الكتاب المقدس قال ربنا موجود ومرة قال ربنا مش موجود. ما فيش مرة قال إن ربنا بيحب الخير ومرة قال ربنا بيكره الخير. فيش مرة ربنا بين موقفه من الإنسان إنه بيكره الإنسان. ربنا بيحب الإنسان حتى لو بيأدبه، ده حبه برضه. مفيش مرة الكتاب لغى فكرة الحياة الأبدية وإنها هدف الخليقة كلها. إذن الموضوع الأساسي اللي في الكتاب المقدس مفيهوش أي نوع من التناقض، لا ظاهري ولا باطني ولا في التفاصيل. لكن أقول لكم شوية من التناقضات الظاهرة اللي البعض يعني بيمسكها على الكتاب.